زيزو والشناوي يتصدى ليها. شيكا خلاص بقى يعني نتكلم بجد شوية عشان مش هينفع كده، لازم. صلاح باشا، ازيك يا حبيبي؟ ربنا يوفقك بكرة انت وباقي الرجالة، عشان منفى اخويا الصغير لو ربنا كرمك بجون بكرة تعمل احتفالي. دي حاجة هتفرحني بجد. بالتوفيق. خلاص بقى بجد نتكلم في الجد، عشان ايه الحلقة كده خلاص، يعني خلاص بقى أنا كده مفيش حلقة، خلاص انا والله العظيم فاتح عشان اتكلم في حاجة معينة. يا جماعة الخير، بالنسبة للنادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وإدارة البليلة أو السلطة أو سميها زي ما تسميها، اللي اسمها إدارة التعاقدات أو لجنة التخطيط أو ما يسمى أيا كان الكيان اللي جوه اللي مسؤول عن الصفقات اسمه إيه في النادي الأهلي، فالرسالة موجهة ليه. يا جماعة إحنا عمالين، إحنا وإدارة التعاقدات والكلام ده كله عمال باصص على السمك البعيد وباصص قدام قوي قوي قوي، مع إن السمكة الكبيرة والصيد الكبير كله موجود تحت رجلينا، بس عشان احنا دايما باصين لقدام وبعيد وحوالينا مش شايفين النظرة الضيقة بتاعتنا اللي تحت، اللي هي قريبة مننا، اللي هي ايدينا لو عملت كده وارد احتمال كبير ان احنا نقدر نجيبها. صفقة بلاتي توريه. بلاتي توريه يا جماعة ده اقسم بالله انت متخيل نص ملعب النادي الاهلي لو في ديانج وجنبيه الولد ده؟ يا جماعه ده مش هيبقى طبيعي، مش هيبقى طبيعي فعلا. يعني انا مش عارف اقول لكم جوده نص ملعب النادي الاهلي هتبقى جوده اوروبا. انا مش ببالغ، دي هتبقى جوده اوروبا فعلا، بل انك هتتفوق اصلا على نص ملعب كتير في اوروبا. قسما بالله ديانج ده ما يقل عن كانتي اذا ما كانش يتفوق عليه. على الاقل كانتي ما عندوش الادوار الهجوميه، على الاقل كانتي مش رجليه مش مرزبه زي ديانج، على الاقل كانتي مش بقوه ديانج البدنيه، على الاقل كانتي مش بقوه سرعه انطلاقات ديانج. كانتي ما هو الا لاعب فز في قطع الكرات ودستروير يدمر لك هجمات الخصم، لكن عندك ديانج بيعمل ده مع الهجوم، مع الزياده، مع الاستحواذ، مع النقلات، مع الباصات الصحيحه، مع الاختراق، مع الشوط من بره منطقه الجزاء، مع الزياده العدديه والدعم الهجومي لزمايله. اذا انت عندك ديانج كواليتي لا يختلف عليه اتنين. لو بقى دعمته ببلاتي توريه، لعيب يلعب لك 6 ولا اروع، 8 امتياز، ربط بين الخطوط وما بين الدفاع والهجوم رهيب، حدث ولا حرج. بالمناسبه يا جماعه بلاتي توريه ده احزنكم شويه، معلش انا اسف، اداره بيراميدز النادي اللي لسه فاتحينه اول امبارح بالليل نجحت في التعاقد معاه بعد ما شافته بيلعب كاس افريقيا في الكاميرون 2021، السنه اللي لسه من 2022، السنه اللي لسه منتهيه دي، يعني حتى كانت لسه بتتلعب في يناير اللي فات ده، احنا في يناير دلوقتي، يناير اللي فات ده على طول كانت بتتلعب هناك. وفي الماتش الخامس ليهم في افريقيا مع منتخب بوركينا فاسو، المنتخب بتاع بلاتي توريه، كان بلاتي توريه في 5 مباراه واخد احسن لاعب في المباراه 3 مرات من 5 مباريات لعبها، يعني تفوق على زمايله وتفوق على فرق الخصم في منتخب بوركينا فاسو. بالمناسبه هو خد احسن لاعب في المباراه في ماتش تونس اللي هم خرجوا فيه تونس، اللي كانت تونس لسه كسبانه نيجيريا، الرعب اللي كانت عامله رعب الفرق القاره كلها، وتونس كسبتها كده بضربه حظ. بلاتي توريه خد احسن لاعب في لقاء تونس وبوركينا فاسو، المباراه اللي كسب فيها بوركينا فاسو تونس. وبالمناسبه مش هو اللي جاب الجون، يعني تخيل لاعب مش جاب الجون اللي خلص الماتش 1-0، وبلاتي توريه ياخد احسن لاعب في المباراه في 5 مباراه، واخد 3 احسن لاعب في المباراه. ازيدك من الشعر بيت، بيراميدز مخلص صفقه بلاتي توريه ببلاش زي ما حضرتك سمعت. معقوله بيراميدز عنده ناس شغاله احسن من اداره تعاقدات النادي الاهلي؟ معقوله بيراميدز؟ وعلى فكره بلاتي توريه ده مواليد 94، يعني 29 سنه،
29 سنه، مش عارف اقول ايه. 28 سنه ونص على فكره، لانه مواليد اغسطس كمان. يعني 28 سنه ونص، يعني في البيك بتاعه، في عز عطائه، في عز لياقته ووعيه وادراكه الكروي والتكتيكي والفني والجسدي. اي لاعب طبعا من 27 ل 31 هو في عز البيك، في عز التطور، في عز النضج. جايبينه بصفقه انتقال حر، وشافوا بطوله كانت بتتذاع قدام الدنيا كلها، بس عندهم ناس اشتغلت وخلصت على طول. يا سيدي الفاضل، احب اقول لك ان عقد بلاتي توريه مع بيراميدز سنه ونص، سنه ونص قابل للتجديد لمده عام اخر، وهو ماضي معاهم بقاله سنه. يعني بلاتي توريه فاضل له 6 شهور في عقده في بيراميدز. لو جددوا له سنه كمان، انت ممكن تلعب في دماغ الولد. لو استنيناه سنه كمان، في حاله ان احنا صعب ان احنا ناخده من بيراميدز، لو استنيناه سنه كمان واغريناه باسم النادي الاهلي، حتى لو الراتب اقل شويه من بيراميدز، اعتقد انه هيوافق. اعتقد في ظل المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي، وفي ظل منافسه النادي الاهلي في جميع البطولات، اعتقد ان اللاعب هيوافق. بلاتي توريه يا جماعه امر المفروض الجمهور يحشد زي ما حشد في صفقه علي معلول اللي سميناها صفقه الجمهور. زي ما جمهور النادي الاهلي طلع بهاشتاجات على السوشيال ميديا: معلول يا خطيب، معلول يا خطيب. ولما البي اللي راح يخلص معلول شاف بالصدفه قام جاي معاه جاي، فاحنا المفروض نحشد، ودي تكون صفقه برضو بضغط الجمهور وبدعم الجمهور. لا بديل عن بلاتي توريه او لاعب في جودته. ولو فكرت ان انت تجيب لاعب في جودته من بره، هيبقى بالشيء الفلاني، سواء محمد علي بن رمضان او احمد القندوسي. وانا اعتقد ان بلاتي توريه، اعتقد مش متاكد لاني ما شفتش احمد القندوسي على المدى الطويل، اعتقد ان بلاتي توريه افيد واحسن من القندوسي. يا رب يا رب يا رب اتمنى بلاتي توريه وديانج جنب بعض. انا بس عايز اتفرج على النهارده بالليل قناه الزمالك وهو طالع فيها رئيس الزمالك، وهو عمال يشتم في الحكم وفي رئيس لجنه التحكيم وفي اتحاد الكوره وخطيب، ورجع الساعات يا خطيب، واسمه ايه، مين اللي كان رئيس، ممدوح عباس، وايمن ابن ممدوح عباس، والحجوزات بتاعت نادي الزمالك في البنوك، وقضيه مش عارف مين ومين وايمن ولا ابنه اسمه ايه دوت ابن مرتضى منصور قافل على الفرقه، ومش عارف مين سرح مين، وفريق السله تسرح الستات فالرجاله خسروا قاموا مجوز الرجاله للستات انا عايز اشوف المصطبه دي قوي، انا متشوق ليها قوي قوي قوي، انا مبسوط يا جدعان، مبسوط يا جدعان، واكيد انتوا كمان مبسوطين زي ما هو اكيد. يعني الاهلي ما لعبش النهارده، بس احنا كلنا مبسوطين، واللون الاحمر ده لون مريح جدا للعين كده، وعارف حاجه كده مبهجه يا جماعه. يعذروني في هبلي النهارده، بس الواحد لما بيبقى مبسوط يعني كده دماغه يعني اسمها ايه، بتشت منه شويه، فاعذروني معلش انا اسف جدا. انا بقى عايزك ايه يا شيكابالا، تاخد احمد سيد زيزو، وتقوم واخد اوباما، وتقوم واخد امام عاشور، وتقوم واخد مصطفى شلبي وعبد الله جمعه، ومين تاني اللي راح معاه، وفتوح، واشرف بن شرقي، وتاخدوا بقى كل الصحبه الجميله دي، وامير مرتضى منصور، وتقوموا واقفين كلكم كده بالكلابزات وتعملوا كده، وتفضلوا بقى تعملوا كده كتير بقى وتضحكوا بقى وتضحكوا يا ابني ما تحاولش تعمل فيها كاريزما، لان انت فاضي. ما تحاولش تعمل فيها كاريزما يعني يا شيكابالا، عيب عليك يا شيكابالا. يا شيكابالا احترم سنك، واحترم يعني ما فيش حاجه تانية تحترمها، ما انت ما عندكش حاجه كبيره غير سنك، فارجوك احترم سنك، اقعد في البيت. انت خلاص بقيت المفروض راجل بركه كده، خلاص تقعد بقى وتبدا تصرف بقى الفلوس اللي انت لميتها من نادي الزمالك. تخيل نادي الزمالك كان بيديك مرتب، انا مش عارف ازاي، بس انت لميت فلوس من نادي الزمالك. اقعد بقى يا معلم في البيت، اصرف الفلوس اللي انت لميتها من نادي الزمالك، احضر بقى ماتشات يد وسله وكده، بس ما بقوش يكسبوا، هيحضر ايه طيب؟ يعني بص، حاول تعمل انزل النادي كل يوم، اقعد على الكافيهات، اشرب قهوه، يعني مسكوه حمام سباحه من ال7 حمامات السباحه الجديده اللي عملها مستشار في النادي، مسكوه جنينه، مسكوه مدير يفط الجناين. ما انتوا كل يومين 3 بتغيروا يفطه، مره محمد صلاح ومره اشرف صبحي ومره يعني في حاجات كتير.
طب خلاص بقى، يعني اكيد ليه منصب، بس اكيد في المنصب ده هيكون افيد من انه يكون لاعب كوره في الفريق الاول لنادي الزمالك. ما يعملوه زي حازم امام، اعتزل امبارح، تاني يوم الصبح بقى نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك. تخيل حازم امام مسؤول عن ناشئين في نادي ايا كان بقى، زمالك، انبي، بتروجيت، ايا كان. تخيل معايا. هي دي الصفيحه، هي دي. والله مفيش يا جماعه، لا جديد يذكر ولكن هناك قديم يعاد. ايه هو القديم اللي بيعاد؟ الزمالك بيضحكنا، الزمالك مصدر السعاده، الزمالك بيفرحنا احسن من اي حاجه في البلد. الزمالك بيتقال فيه افيهات وبيطلع منه افيهات، ولا اجدع مسرح مصر في عزه. وعلى مدار التاريخ يعني ما فيش حاجه جديده. هو ده الزمالك، وهو ده جمهور الزمالك بيشجع الزمالك لان هو ده النادي الوحيد او الاول اللي ورا الاهلي. فهو ده يعني ده كيدا في الاهلي، لا اكتر ولا اقل. احنا بنشجع مين يا ابني؟ انا بكره الاهلي. طب مين اللي ورا الاهلي على طول؟ الزمالك. اذا انا زملكاوي بس، خلاص هي دي. الاسماعيلاويه مولودين. ايه، انا اتولدت لقيت نفسي، اتولدت قدرا كده، قدرا، حاجه الهيه. اتولدت لقيت نفسي في الاسماعيليه. ايه ده؟ في نادي في المحافظه اللي انا فيها دي، في نادي في اخر الشارع اسمه الاسماعيلي. بس انا اسماعيلاوي. هات يا ابني البرتقاني ده، وجيت هدهن وشي كله برتقاني. هات يا ابني التيشيرت ده في المحل ده بكام؟ ب 10 جنيه. هات يا ابني التيشيرت ده، انا اسماعيلاوي. البورسعيديه كذلك، مش عارف مين كذلك. اختاروا يا جماعه، اختاروا. والله العظيم ربنا خلقكم احرار لتختاروا. ربنا ميز الانسان وكرمه بنعمه العقل والتفكير. اختار. انت مش تابع، خليك قائد لنفسك. اختار اي حاجه انت عاوزها، مش عشان اتولدت اهلاوي، اتولدت في اسماعيليه تشجع اسماعيلي، اتولدت في بورسعيد تشجع المصري، اتولدت مش عارف فين اشجع إيه. لا يا راجل، لا. ومش عشان بتكره الاهلي تروح تشجع. انا عارف ان انا بتكلم في مساله وجوديه، يعني مش كلمتين ثلاثه ولا 100 هيغيروها، ولكن اختار. حكم عقلك، ريح بالك واشتري نفسيتك. شجع الأحق، شجع الأقدر، شجع نادي المحترم، شجع النادي اللي هو معمول عشان الكورة وعشان الوطنية وعشان يفرح جمهوره بالعدل، مش بالصفارة وتحت الترابيزة والرشاوي والبلطجة والدعارة والحشيش والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. عيب والله. انا لو بنتمي لنادي زي ده اسمه الزمالك بيحصل فيه كل الحاجات دي كل يوم، والله العظيم يبقى وشي والارض. والله العظيم ابطل تشجيع، قسما بالله بطل تشجيع، اقسم برب العزة بطل تشجيع النادي ده. لو انا انسان حر، عندي كرامة وعندي عقل ربنا اداهولي عشان افكر، ابطل تشجيع اللهبل ده وضيع. اشتري نفسك. ولكن لو انت مش عايز تشتري نفسك، انا عارف ان الغل هيفضل جواك وهتفضل تكمل تشجيع النادي ده كرها في اللون الاحمر، في الاهلي. ليه؟ مش عارف عمل لك ايه الاهلي، مش عارف. لحد هنا بتكون الحلقه دي. تتمنى ان انا كنت ضيف خفيف على حضرتك، وانا عارف ان انا هكون ضيف خفيف على الاهلاويه وعلى ناس تانية تقيل قوي وبارد قوي، وعارف ان انت هتكمل الحلقه لاخرها لو انت غلاوي قوي واسود قوي. يلا لحد هنا من كل حلقه تتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بالف خير. صلي على سيدنا محمد. ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. دمتم جميعا بالف خير. وفي الختام خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.